السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في ناس بتلوم عليا ان انا بعمل ال- الفلتر بتاعي مقلوب كده. تمام، مقلوب كده. وللاسف الشديد يا جماعة، للاسف الشديد اللي يعلقوا على الصفحات واللي يتكلموا عن الموضوع ده ناس مش مذاكرين. والله ما مذاكرين، والله العظيم ما مذاكرين. وحسبت لك لان مدرسة سامي جد الله بفضل ربنا عز وجل مفيش حد بيتحداه لو خسر، بفضل الله. والله بفضل الله وعون الله وحده ما حدش يتحداك يا مدرسه سامي جد الله. المدرسه دي مؤيده بفضل ربنا. ليه؟ لانها تعمل لوجه الله، لانها تعمل لوجه الله، لا غرور كما يدعى، ولا نفسنا، ولا استعراض. انا 60 سنه استعرض ايه؟ هو في حد عنده 60 سنه بيستعرض؟ كنت تعالى لي لما كان عندي عشرينات، كنت اوريك الاستعراض على حقيقته. كنت انت لسه بتاخد البزازه بوقك انت وهو لما كنت انا في العشرينات. تمام، الكلام ده يعتبر من اكتر من 30 سنه. اما كنت انا في العشرينات كنت انت يا بتاخد بزازه يا ما جيتش اصلا من اساسه. الفلتر اللي ساعتك بتتكلم عليه المقلوب ده، تمام، وبتقول يا اللي بتقول يعني ان نصه فيه هوا ونصه مش هيشتغل معاك لان نصه فيه ميه. اسف الشديد، والله مذاكرين. ويجي واحد يقول لك ايه اسلوبك مش عارف ايه. اسلوب انت مالك ومال اسلوبي؟ انت مالك انت ومال اسلوبي؟ خليك في شغلي، خليك عايز تبقى ناصح ومعلم وراجل عايز تتعلم، خليك ناصح. خليك ركز في شغلي. اللي بيتكلم عن اسلوبي يعمل له حظر، اللي بيتكلم عن شخصيتي يعمل له حظر. خليك في المحتوى بتاعي، لانك انت عديم المحتوى. خليك يا عديم المحتوى في المحتوى بتاعي. ركز في شغلي بس، مالكش دعوه باسلوبي خالص. مالكش دعوه بكلمتي اللي جوايا ده ربنا بس اللي يعلمه. انا بتعامل مع ربنا مش معاك انت. نتكلم بقى عن الشغل بقى، نتكلم في الشغل. واحد بيقول ماشي، واحد بيقول نص الفلتر الفوقاني هيفضل فيه هواء ومش هيستخدم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال، هي ليه البالونة ال 200 لتر، مش هتكلم معاك بقى الملو في الموتور، مش هقول لك بقى على 24 لتر، انك بتشيلها مليانة مية على اخرها سودا مطينة بطين. وصل الجواب؟ لانك مش مذاكر. المفروض تذاكر وتسأل قبل ما تعمل محتوى. اسأل مدرسة سامي جد الله الأول، عشان هتعمل إيه؟ هتتكعبل وهتقع على مناخيرك. يا اللي بتتحداني أيا كنت أنت مين في أي حتة في الدنيا وتقول الفلتر الفلتر الفلتر، لا. الفلتر بتاعك ده يا سعادة الباشا بتتكلم عنه إن هو هيفضل معبي هوا؟ طبعا لا، الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط مليون في المليون. البالونة ال 200 لتر بتتعبى ميه للآخر، وبتبقى جايه كلها هوا وفيها كفر. هوا وكفر، وبتتعبى كلها ميه. ايه البالونه ال 300 لتر بتتعبى كلها ميه. شفت ان سعادتك مش مذاكر؟ ما انت لو ذاكرت، لو ذاكرت. انما احنا للاسف الشديد ما عندناش محتوى، فبناخد محتوى من عند سامي جد الله ونقعد نهبش ونهبد. هبش واهبد، تك تك تك، هبش واهبد. ويجي سامي جد الله يجاوب يمحو كل الكلام ده بفضل ربنا. ليه؟ عشان فضل ربنا سامي جد الله مذاكر وعنده باك جراوند طويل وباع طويل بفضل ربنا. كله ربنا عز وجل كده سبحانه وتعالى صبه هنا كده بفضل ربنا. اي حاجه صبت هنا، الصبت هنا من فضل الله. كله من فضل الله اقسم بالله. اذا اصبح حضرتك بتقول نص الهوا ومش هيستخدم الفلتر. ليه؟ هتفضل الميه تطلع وتعبي رواسب. لو انت اصلا مش واخد بالك تعبي رواسب والهوا هيدوب. اللي دوبه في البالونه ال 10 لتر هيدوبه في الاربعه في ال 18، واللي دوبه في ال 18 هيدوبه في ال 20، واللي دوبه في ال 20 هيدوبه في ال 24. ده افخم بالونات بتلاقيها معبيه ميه على اخرها، على تمة عينها ميه. راح فين الهوا يا معلم؟ راح فين الهوا من غير دواء؟ عشان تعرفوا انتوا مش مذاكرين، مش مذاكرين اقسم بالله العظيم ما مذاكرين. عشان تعرف ان الفلتر ده يا اسطى هيدوب الهواء فيه على طول، في خلال كام يوم هيدوب الهواء منه. وزي قلنا المنظومه عشان تنجح لازم يكون جواها محتوى. المنظومه اللي عملتها الحمد لله نجحت واشتغلت. ليه؟ كان جواها محتوى. انا عايز اعمل منظومه حاج سايب، اقول له ما تعملش. لا انا اعملها ما تعملش. عملوها في اسكندريه
وراح داس عليها برجله البحراوي. ليه؟ عشان فاشله. فاشله ليه؟ عشان قلدوا ليه؟ فاكرين انها حته ماسوره. لا مش ماسوره، جواها حاجات، والحاجات اللي جواها كانت موجوده عندنا وخلصت خلاص. تمام؟ مش موجوده، وعشان نجيبها هيتعمل اسطمبه على حسابنا. والاسطمبه بكام؟ ب 5000 دولار، وتبقى لحساب سعادتك الاسطمبه. ويجي لك كونتينر في حوالي ما يقرب اقل حاجه في الحاويه عن 10000 حته، اقل حاجه 10000 حته. مين بقى ان شاء الله هيجازف بكل مبلغ ده كله؟ مفيش حد هيساعد في الموضوع ده، وذاك قفلت على الخبر مجور. ما ينفعش يا جماعه اعمل 4 مواسير هيتعبوا ميه. ليه؟ ليه؟ الهواء بيدوب في الميه. فما تقوليش بقى ان الفلتر بتاعك هيفضل جواه هواء. قبل ما تعمل اي فيديو يا معلم لازم تذاكر، علشان ما تطلعش صغير قدام الناس. وما تعلقش على الفلتر، وما تعملش نفسك نصع في الفلتر وتقعد تقول ده فيه رواسب، ده هيودي الناس مش عارف فين، ده الفلتر ده هيودي الناس مش عارف فين. واجي افك لك البالونه اطلع لك من جواها طين ازرق، ومن جوه الموتور اطلع لك من جواه بلاوي سودة، وتقول لي الفلتر بتاعك هيعمل. والله مذاكرين، ورب الكعبه مذاكرين. وكل ما تخش معايا في ماده هديك ماده اصعب منها زي ال3 اسئله دول اللي ما حدش يعرف يجاوب عليهم. ماشي؟ ما هو التصريف، وما هو التوليف، وما هو التأليف، ولا حد هيعرف يجاوب. هعمل فيديو تاني ان شاء الله عشان ده خلص. فيديو تاني اقول لك ما هو التصريف، وما هو التوليف، وما هو التأليف. ولا حد فيك يا عالم في السباكين في العالم بالكرة الأرضية دي كلها بيجيب المصطلحات دي عشان تطلعوا سباكين مفكرين، تطلعوا سباكين معلمين، تطلعوا سباكين تتكلموا بأسلوب مهذب محترم، تقفوا مع الاستشاريين تتكلم راجل، بتتكلم راجل متحضر مثقف، راجل كبير لك قيمة. مش تفضل زي ما انت اه باشا، اه ما هي كويسة كده، لا انا عناديك يا باشا، اه الميزان اهو مظبوط اهو. بس هو ده مشكلتك. لازم تكون مثقف ومتحضر في كلامك واسلوبك راقي. يقول ده يا فندم التصريف كذا، والتوليف كذا، والتأليف بيقول كذا، وحكم الضبط، وحكم القطر، وحكم الارتفاع، وحكم التصريف، وحكم المناول، وحكم المساعد، وحكم الرافع، وحكم الدافع، وحكم الموزع، وحكم المنظم. تبقى راجل دماغ بتتكلم بس عامله لك كده، يسمعوك انت فاتحين بقهم كده وسامعينك كلام جديد مش سامعينه من اي سباك تاني. ماشي؟ صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هعمل فيديو جديد اشرح لكم المصطلحات ال3 اللي محمد صلاح قال عليها جنة وبئس المصير. صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلكم اخواتي مش هزعل منكم، بس اللي هيقل ادبه هيتكلم في شخصيتي هعمل له حظر مع اخواته الحلوين وياخد تخرج. السلام عليكم.